هي قعدة العيال قافلين على نفسهم في اوضهم ومبحلقين في الموبايل تفاهة وتضييع وقت، ولا القعدة دي بيطلع منها بلوجرز وانفلونسرز وتيك توكرز ويوتيوبرز وحاجات كتير كده اخرها اس؟ طيب السوشيال ميديا المهم فيها اللي بنقدمه وبنقوله، ولا اهم حاجة الفولورز والفيوز واللايكس والجافتس وحاجات كتير برضو بالاس؟ كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة، عشان دي حلقة مختلفة مبهجة معانا فيها بنوتة قدرت تثبت نفسها على السوشيال ميديا وتبني اسم كفاشن بلوجر، وكمان بالنسبة لها الفاشن مش بس لبس، لا ده تعبير عن النفس وثقة وكمان أسلوب حياة. منورني النهاردة في العيال كبرت الفاشن بلوجر وجه القمر حبيبة مصطفى. حبيبة قلبي يا بيبة. والله انتي اللي منورانا. How are you? الحمد Are لله. you fine baby? I'm good. I'm good. لا بجد يعني ده الانجليش بتاع الصرف، لكن انا طبعا يعني هظبط شويه جرامر وابقى زي الفل. مش محتاج. مش محتاجه بجد. لا. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ انا الحمد لله. ايه رايك في الاوتو فيت بتاعي؟ تحفة. I love it. يعني انفع ابقى فاشن بلوجر زيكم؟ كده كده الدينم is trending قوي دلوقتي اصلا. is trending. اوكي. It's لا لا trending. يا جماعه انتوا النهارده انا جايه الحلقه دي to improve my English language يعني، بس انا الانجليش بتاعي هي الانجليش اللي على حق. حبة فرنش حبة انجلش ونبدل مع بعض. بس. طيب انتي على السوشيال ميديا بلوجر في الفاشن والموضة، وبتبلوج لبس وبتعملي ماركتينج لكذا براند، لكذا براند فاشن او لبس. طب بره بقى السوشيال ميديا انتي عاملة ايه؟ بتعملي ايه؟ حاسة في حاجات كتير قوي عني ما حدش يعرفها from social media. حاسة الناس اللي حواليا بس اللي يعرفوها. احنا عايزين نعرفها بقى في العيال كبرت. اول حاجة دايما هنعرف كل حاجة عنك بره السوشيال ميديا. ماشي. اول حاجه بالنسبه لي interesting قوي بحب اقولها لحد اول ما اتعرف عليه، هي ان انا عندي 6 اخوات غيري. فان توتال احنا 7. ما شاء الله. الناس بتفتكرني on social media بيشوفوا البريزنس بتاعي ظاهر قوي، فدايما بيفتكروا ان انا only child مثلا او عندي اخت واحده. بس لا احنا 6. طيب وانا ما شاء الله. ما شاء الله. انا middle child يعني انتي في النص. اوكي. في قبليكي 2 ولا 3؟ في تحتيه 2 وفوقيه 4. وانا في النص. على فكرة اللي في النص ده بيبقى مظلوم، يعني لا اللي فوق سمعوه ولا اللي تحت شافوه. لا مش عندي. مش عندك القصة دي؟ وما انتي ايه مسيطرة؟ انا من كتر ما انا ميدل تشايلد قررت ان هم لازم يتظلموا مش انا. انتي خرجتي عن القاعدة. والله العظيم لو اوريكم. مع ان على فكرة يعني الميدل تشايلد هو اللي بيروح يجيب الطلبات، هاتي يا حبيبة اعملي لا كده انا بعتبر نفسي في البيت سواق العيلة. أوكي. انا سواق العيلة دي شغلتك تقريبا. طب وانتي بتدرسي؟ ما خلصتي دراسة بتعملي ايه؟ لا انا لسه بدرس فارماسي برضو. دي حاجة طب سؤال محيرني يا دكتور، ايه الفرق بين البنادول والادول والستوبادول؟ انا ما اعرفش. انا اعرف اصلا. لا الدراسة فرقة يا جماعة يعني بجد. لا جامدة جدا. ما اعرفش اصلا ايه الادول. ايه الادول ده؟ ما تعرفيهوش؟ هما كلهم مسكنات. انا عارفة مثلا ايه الفرق. يمكن انت ايه في سنة كام؟ انا في 3. يمكن ده هتدرسي في 4 ولا حاجة؟ ممكن. احتمال. الله اعلم. لسه ما خدتوش في المنهج، هتعرف السنة الجاية. طيب وايه الاكتيفيتيز اللي بتعمليها؟ في يومي مثلا ولا في ايه؟ ايوه. ومش بتصوريه بره السوشيال ميديا؟ اللي مش بصوره مثلا قعدتي مع اصحابي حاجه مش بحب اصورها قوي عشان كله يكون قاعد على راحته. برضو قعدتي مع عيلتي. مش بجيب عيلتي قوي on social media. بس ليتلي حبيت ان انا اغير الكونتنت بتاعي شويه، ما يبقاش بس كله عن لبسي وكده. ابتديت ان انا عايزه اعمل day in my life، يعني اوريهم بعمل ايه في يومي وابتدي introduce حياتي كده بالراحه. طب انتي بدأتي ازاي بقى على السوشيال ميديا اول ما بدأتي خالص؟ انتي بادئه بقالك كام سنه اصلا؟ تقريبا 2 سنتين. اول ما بدأتي خالص عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه مختلفه. انا اتحجبت فجاه، واول بوست ليا كان اصحابي ان هم يشوفوا ان انا اتحجبت وكده، ومن ساعتها اول فيديو نزلته ليا اول ما اتحجبت it went viral. فمن ساعتها لا وانا معلش حصل ايه؟
it went viral. يعني ايه went viral؟ يعني ايه؟ يعني جاب مشاهدات كتير. اوكي، جاب مشاهدات كتير يا جماعه. ركزوا يا جماعه، واللي عايز يتعلم انجلش في الحلقه دي ورقه وقلم تكتبوا ورا حبيبه. كملي. وبعد كده هو انت المدرسه كنتي امريكان ولا بريتش؟ لا انا كنت اي جي. كنتي بريتش يعني اي جي، تمام. هو التعليم باين برضو فارق يا جماعه، برضو بيفرق، وبيفرق في الاكسنت. لا بس انا في حاجه عني وموضوع الانجليش ده، عشان دايما كنت بتهاجم. ايوه يعني بتهاجم. بيهاجموني. كان على تيك توك دايما بيهاجموني ان انا لما بطلع في فيديو بتكلم انجليش، فهم بياخدوا الموضوع على اساس مثلا ان انا شايفه نفسي او بتمثلي او عايشه الدور، او ان انا شايفه ان ده كده حاجه بتخليني ان انا نظيفه. هي حاجه كلاس وايز، بس انا مش بشوفها كده خالص، ولا هي كانت سبب بالظبط. فكنت بطلع في الاول كنت برد على الناس اللي هو لا، وانا بتكلم عربي عادي، يعني عادي جدا. ايوه انا مصريه 100% بالظبط. بس كل واحد والدايره بتاعته، يعني كل واحد والدايره بتاعته، وهيبقى شبهها طبيعي. طيب نرجع للبوست اللي حصل له ايه بقى. البوست ده حصل فيه حاجه. اول بوست ليا نزلته اول ما اتحجبت، هو it went viral، ومن ساعتها كان بيبعتوا لي بنات اللي هو عايزين نعرف انتي بتلفي طرحه ازاي، انتي جايبه ده منين ومش عارف ايه. وانا ساعتها فعلا I had no clue اصلا انا بعمل ايه. كان مثلا يجي لي DMs انا عايزه اتحجب اعمل ايه، وكان I take your advice، عشان كان تقريبا في ناس. وانتي كنتي حاطه في دماغك انك لما هتتحجبي وانتي طالعه على السوشيال ميديا انك هتاثري كده في البنات اللي من جيلك؟ لا اصلا خالص. انا اصلا من بره لما كنت بشوف حد محجب ما كنتش بفكر فيها قوي كده، يعني كنت بفكر هو ايه ده ما شاء الله بيني وبين نفسي، بس كنتش عارفه ان ممكن حد يجي يقول لي ايه ده ساعديني. انا كنت دايما ببص للناس ومش اخده بالي ممكن يكون في حد بيبص لي. بس عايزه اقول لك انا قاعد قدامي فعلا وش القمر، وش ملائكي جميل، واللي منوره الحجاب اللي انتي لابساه بجد والله، يعني في منتهى الشياكه ومنور وشك. انتي وشك حلو يا حبيبه، والحجاب مزودك جمال. طب صحابك اللي حواليكي اتأثروا بيكي لما اتحجبتي؟ دي كانت اكتر حاجه فاجئتني. يعني دايما بيني وبين صحابي كنا دايما كلنا شبه بعض. انا قررت اتحجب كان قرار فجأة، يعني it wasn't planned. محدش قالك، محدش اقترح عليكي؟ مامتك باباكي محدش قالك تحجبي خالص؟ لا بالعكس، هم اصلا ما كانوش رافضين الفكره، بس هم عشان عارفيني هم اتخضوا هم كمان، يعني زيهم زي انا هتحجب يا جماعه. ده اللي حصل. انا استنيت مامي اليوم اللي انا اتحجبت فيه، استنيتهم يصحوا من النوم عشان اوريهم شكلي. ده اللي انا عملت. رحت دخلت لهم الاوضه وانا لابسه الحجاب، قلت لهم انا اتحجبت، فبقوا يبصوا لبعض ويبصوا مستغربين طبعا، ويبصوا لبعض ويبصوا لي، انتي بتهزري معانا، عايز تعملي فينا برانك مثلا؟ دي مش حاجه مضحكه يعني يا حبيبتي. عايز تعملي فينا ايه؟ برانك. فانا اتس مقلب. مقلب. اوكي استني اما اكتب الكلمه دي عشان احفظها، بس عشان احفظ. مقلب. فانا قلت لهم لا انا مش بهزر معاكم، انا فعلا اتحجبت. انا فاكره رياكشن بابايا لحد اليوم ده. كان لسه صاحي من النوم، فراح بص لي كده، راح قال لي مبروك، وحضني اداني فيزا وقال لي انزلي اشتري اللبس اللي انت عايزاه. ولو انت ده نوع من انواع التشجيع. هو شجعني. بس هي اخر جمله قالها لي كانت بالنسبه لي دي اللي انا بفتكرها لحد النهارده وفارقه معايا. قال لك ايه؟ انا ساعتها ما كانش عندي فكره اللي هو انا ممكن البسه واحب اقلعه. ما فكرتش فيها كده، كنت بس بفكر ايه ده انا عايزه البسه قوي، الله شكله حلو. فبعد كده راح هو قال لي ولو انت حتى فكرتي تقلعيه ده قرارك، اعملي اللي انت عايزاه. فمن ساعتها ما حسيتش ان انا متأيده بحاجه. حسيت ان دي اكسبيرينس انا عايزه اخدها. على فكره اب جميل. لا بجد يعني انا بحييه يعني على الكلام اللي قاله لك، لانه ايوه طبعا ابعتي له اللي انت عايزاه. لان فعلا انه ساب لك حريه الاختيار، وانك ممكن ترجعي في قرارك. انت مش حاسه انك مسجونه او محبوسه في قرار انت خدتيه، انت عندك مطلق الحريه. اتحجبت وممكن يعني بعد الشر عنك ربنا يثبتك انك لو حبيتي ان انت تقلعيه انت حره. وما حسيتش ان هي هتبقى يعني فكره صعبه ومخيفه، عشان انا عارفه في ناس كتير قوي بيلبسوه بعد كده ضغط العيله بيكون اكتر حاجه بتخليهم يقلعوه. وحتى بعد ما بيقلعوه تلاقيهم لسه بيلبسوا very very modest. دول بالنسبه لي برضو حد انا احترمه قوي، لان هي عمرها ما كانت بالحجاب.
يعني انت بتشوفي حد بيبقى مودست في كلامه ومودست في لبسه. مش بتكون بس في اللبس. مش بس في اللبس طبعا. طيب احنا هنرجع لأول ما بدأتي. انت فكرتي في الكونتنت او في المحتوى اللي انت هتعمليه الاول، ولا كنتي بتفكري في عدد الفولورز والفيوز والله بقى هبقى عامله زي البلوجرز المشهورين يجيلي جافتس بقى واعمل انبوكسنج؟ ايه اللي فكرتي فيه؟ بالعكس خالص. اصلا حاجه مش كل الناس تعرفها عني، انا بتكسف. اوكي. الناس القريبين الناس اللي انا قريبه قوي منهم مش بتكسف خالص، بيلاقوني تلقائيه وعادي ممكن اعمل اي حاجه. وهي مش فكره، مش عندي anxiety، مش عندي قلق. يعني مش بخاف من الناس، بس انا بتكسف. لو بحس ان انا لازم استنى على اللي قدامي قبل ما ابين مين حبيبه اصلا. فهي ده حياء لازم يبقى فينا كلنا. انتي ما تتضايقيش انك بتتكسفي، دي حاجه حلوه. لا انا كان عندي مشكله واحده، انا فاكراها كان عندي مشكله واحده، ان اول ما ابتدى يكون عندي فولورز شويه، يعني انا مش بعتبر الفولورز بتوعي ان هم كتير، او مش بتخيل ان دي ناس حقيقيه، بتخيل ان انا بنزل عادي. مش ببقى متخيله قد ايه في انفلونس. ولما كان حد بيشوفني بنات صغيرين لما كان بنات صغيرين بيوقفوني عشان يتصوروا بقى معاكي. كنت بدي رياكشن غريب قوي، يعني بتمسمر في مكاني وببتسم لهم. بس ايوه انت مش متعوده ان انت تبقي مشهوره. هي مثلا قالت لي انت حبيبه انا بحبك قوي مش عارف ايه، ببقى انا من جوايا في حماس ومبسوطه، مش مصدقه، بس مش عارفه اقول لها ايه ده، انا مش مصدقه انت عرفتيني. اداني ثقه، بس in the moment بحس ان انا اتوترت. ممكن ادي فايب ان انا رخمه تنكه مغروره، بس لا هي بالعكس، انا حسيت ان انا امتصيت نفسي لجوه من كتر ما انا اتخضيت ماشي اوكي. طيب في سؤال محيرني انا شخصيا بصراحه، يعني انا مش عارفه ايه الفرق ما بين بلوجر، انفلونسر، تيك توكر، يوتيوبر. هل في فرق ولا هم كلهم حاجه واحده؟ انا ما جاوبتش على سؤالك. لا انت بجاوبتي، قلتي لي الفولورز ولا انا كنت بنزل ايه؟ انت كنت بتقول لا، كنت بقول لك بتهتمي بالكونتنت ولا بالفولورز؟ انت كده مهتميه بالكونتنت. ما انا برضو كنت عايزه اقول لك ان انا كنت بخاف اعمل فيديو بتكلم فيه. ما كنتش بعمل فيديوهات بتكلم فيها لغايه لما اتشجعت ان انا الناس بتسالني كتير قوي، فعايزه اديهم حاجه لما الناس يعني حسيتي منهم باهتمام فبقيتي مهتمه انك تعملي لهم كونتنت حلو. بالظبط. انا وصلني على فكره الاجابه، وصلتني. لا ما تقلقيش. طيب ارجع للسؤال اللي بعد كده. انا مش عارفه ايه الفرق ما بين بلوجر وانفلونسر، تيك توكر، يوتيوبر. عارفه ترجمه كل كلمه بس مش عارفه ايه الفرق ما بينهم. هل بيعملوا حاجات مختلفه ولا هي نفس الشيء؟ حاسه مثلا ما بين بلوجر وانفلونسر حياتهم بتكون بيرسونال قوي، يعني بياخدوكي معاهم في حياتهم، هم بيعملوا ايه، ممكن حتى تحفظي الروتين بتاعهم. بس بلوجر بيكون عندهم مثلا ريفيوز، بيروحوا مكان بيروحوا مكان بيعملوا ريفيو، بيكون عندهم ويب سايت. دول البلوجرز بتكون عامله اكنها حاجه سكريبتد اكتر، مش بتكون حاجه داي تو داي. سكريبتد يعني مكتوب ليها سكريبت او نص. ايوه بالظبط. تمام. اليوتيوبرز الفرق ما بينهم وما بين التيك توكرز ان هم فيديوهاتهم اطول. ولا علشان هو اتسمى تيك توكر عشان بيطلع على التيك توك، ويوتيوبر عشان يطلع على اليوتيوب؟ ولا انا بقوله ده تخاريف؟ لا صح بجد. يعني انا فاهمه الجيل يا جماعه. انا فاهمه الجيل، الحمد لله مش بعيد، انا بحاول اقرب منكم يعني. لا صح كده، صح تمام. طيب انت لما تيجي تعملي كده ستايلينج لنفسك، انت لابسه النهارده اوتفيت خطير على فكره، يعني شكرا. لو احنا كان الكاميرا جايباكي كله كان هيبان الاوتفيت التحفه ده. لما تيجي تعملي ستايلينج بيبقى فيه ريفرنس او مرجع انت بترجعي له؟ هل مثلا في فاشونيستا انت بتحبيها، موديل معينه بتحاولي تاخدي منها افكار، ولا انتوا النظام معاكم في الجيل ده AI ولا ايه؟ لا يعني تقومي فاتحه بقى ChatGPT وتساليه ولا ايه؟ لا في حاجات كتير بتعجبني بكون عايزه البسها، بس الناس اللي انا عامله لهم فولو مينلي الناس اللي عامله لهم فولو من بره مصر محجبات. اوكي. يعني زي مين؟ مش عارفه اساميهم، يعني بيعجبني بعمل لهم. انت عجبك الستايل فعملت لها فولو؟ عشان ما فيش حد معين اقدر اقول دي بحبها قوي، لكن يعني مش سيلبرتي، مش حد معروف. لا ما اعتقدش. بس الفكره انا بقى لما باجي اختار معايا اوتفيت لازم اشوف على ايه اللي موجود، يعني ايه البيس اللي جبتها مثلا الاسبوع ده عجباني قوي، عايزه افكر لها في طقم. ف I think it's based على الالوان. It's based على الالوان ولا والمكان اللي انت رايحاه. كده اوكي. وبتحسي ازاي ان مثلا البلاوز دي لايقه على الجوب دي؟ يعني بتستايلي ازاي؟ هقولك. مش عايزه تديني سر لا هقولك المهنه بتاعتك، قولي. بيلا. ايه بيلا؟
بيلا دي اللي بتساعدنا في البيت. اوكي. هي بيلا هي صريحة جدا معايا. انا بحبها جدا. اوكي. فانا لما بكون لابسه حاجه ومش متاكده منها بقول لها بيلا كان يو كم، فبتيجي بقول لها عاجبك الطقم، بتاخدي رايها، بقول لها حلو. ممكن ساعات تبص لي تقول لي نو مش تنزلي كده، وفعلا ايه بتتخانق معايا وصوتها يدخل، بقول لها ليه هو عاجبني، لغايه لما تقنعني بحاجه. يا اما حليمه اختي الصغيره برضو بتساعدني. ايه اول بوست انتي حطيتيه كده على الاكاونت بتاعك وحسيتي ان هو بدأ يلفت الانتباه ويجيب بقى فولورز وفيوز وحاجات كتير كده؟ هو بوست انا لحد النهارده لسه مش عارفه انا بحبه ولا بكرهه. اوكي. بس انا فاكره I was still starting وكانت في براند بيعملوا basic tops بعتولي ان انا اعمل لهم ريفيو. I was so excited لان basic tops have been viral دلوقتي، بس هم ساعتها ما كانوش موجودين، ما كانش في basic tops قوي. يعني هم بعتولي انت كان اوريدي خلاص بقى بقيتي عندك فولورز كتير وتعرفتي، لا انا عايزه اول بوست كده بدأ يجيب لك فولورز ويلفت الانتباه الناس ليه. هو ده كنت اتعرفت، بس انا الكونتنت بتاعي مش ما كنتش بتكلم كتير، ما كنتش بنزل حاجات بتكلم فيها كتير. فدي كان وبرضه ما كنتش بعمل ريفيوز ساعتها. فانا نزلت الريفيو عن بيسك توبس، كانت اول مره ليا. وبعد كده الفيديو ده تقريبا دلوقتي عليه 1,000,000 تقريبا. اوكي. وهو طبعا ده يعني عدد كبير جدا من وساعتها انا اتخضيت بقى. بس هو it went viral. ايه ده يا جماعه، ده انا هبدا ابقى مشهوره بقى وابقى معروفه. هو it went viral for the wrong reasons. يعني الناس شويه بتاتاك مي اللي هو انتي محجبه ما ينفعش تلبسوا basic tops. بس انا كانت فكرتي ان انا شايفه لو ما فيش basic tops، عايزه اطلع اوري الناس basic top بكم حلو. ما بقولش لحد، يعني انا لما بطلع اوري حاجه مش بقول البسوا ده واعملوا ده، بقول مثلا ده ممكن يكون في دولابكو، لازم يكون في دولابكو بيكمل اوتفيت، لان انا بشوف مثلا الايتمز في الدولاب بتكمل اوتفيت لكن مش هي الاوتفيت. يعني انا ما طلعتش قلت للناس البسوا بيسك توب وامشي بيه وانتي محجبه والبسي ضيق. ما قلتش كده. بس هي الناس ساعات في بعض الناس على السوشيال ميديا يعني ما بتفهمش المضمون ايه، بتاخد الحاجه اللي من بره كده وتعلق عليها تعليق نيجاتيف. انا ما عنديش مانع، بس الفكره ان هم مثلا بيبقى يعني بتشتم تقريبا بيدعوا عليا. والفيديو ده لحد النهارده بيجيب كومنتس وكلها حاجات يعني غريبه. طب وانتي بتتعاملي ازاي بقى مع الشتايم والردود الافعال الغريبه النيجاتيف دي؟ هل بتردي ولا بتعملي ايه؟ لا مش بتعامل، بتتجاهليها. على فكره برافو عليكي، التجاهل ده يعني في بعض الاحيان بيبقى كويس علشان ما يديلكيش كده نيجاتيف انرجي يخليكي ما تكمليش. اصلا بالنسبه لي اللي بيخليني اكمل الحاجات اللي انا مش لاقياها ومثلا لقيتها وعايزه اوريها للناس، اللي هو ايه ده بيس دي حلوه قوي، عارفه ان هي ممكن تعجب غيري. او كومنت حد بيسالني عن حاجه معينه انا عملتها، يعني مثلا انا منزله لابسه حاجه معينه فحد بيسالني بكل بساطه، حد بيسالني فبعد كده ببقى عايزه اطلع اقول. فعمري ما I started my account على hate comment فبرد عليهم، فليه هرد عليهم دلوقتي؟ عادي. طب والسوشيال ميديا يعني أثرت على حياتك ازاي؟ خليتك تبقي مضغوطة، حاسة انك طول الوقت ستريس، ولا مستمتعة بيها ومستمتعة بان انتي بقيتي public figure؟ هي على حسب اليوم. اوكي. كل يوم حسب. انا مش بعتبر نفسي public figure برضو، يعني بحس عادي. لا يا حبيبة انتي public figure بجد، لانك معروفه. عارفه بدليل ايه؟ بدليل انك بتقولي البنات بتوقفني وبتتصور معايا وعارفاني، تبقي public figure. ما هما بالنسبه لي هما قدي فبحس اللي هو قدي او اصغر مني، فبحس ان احنا مع بعض في عالم تاني. عشان انت بتمثلي جيلك والجيل الاصغر منك اللي هو الفا. هما انت بالنسبه لهم موديل، حد بيلبس حلو، شكلك قمر بالحجاب، بتعملي اوتفيتس حلوه جدا بالحجاب، فخلاص عملوا لك فولو، عارفينك، فلما بيشوفوكي بينبسطوا جدا. صح. طيب انت بتقولي بيبقى فيه كومنتس مش حلوه ونيجاتيف، هل وصلت للبولينج، للتنمر؟ I think اكتر حاجه الناس ممكن تكون بتتنمر عليا فيها هي طريقه كلامي. اللي انت قلتيه في الاول. انا عملت فيديو قبل كده بس ده انت يعني معلش، يعني كل واحد بيتكلم بطريقته يعني كل اناء بينضح بما فيه، يعني بيخرج كده اللي جواه. انت تعليمك بريتش، دي الكوميونتي بتاعتك والناس اللي انت قاعده معاهم بيتكلموا بالطريقه دي.
ممكن ليه عشان هتخرجي أنا براه وتتكلمي بطريقه مختلفه؟ حسيت ان ممكن عشان هم مش مش عارفيني عارفينك. ده first impression. يعني انت لو بتقلبي وطلع لك فيديو حد بيتكلم كده في حد مش شبهك فطبيعي تعلقي. مثلا هما دايما بيعلقوا ان انا بتكلم انجلش، بيعلقوا يتريقوا مثلا على كلمه انا قلتها فبيكتبوا كده. بس انا بحس اللي هو هي كانت حاجه حلوه عاديه، انا طالعه بطبيعتي، انا بتكلم كده على الكاميرا او مش على الكاميرا، انا بتكلم كده فانتوا شفتوا كده وعلقتوا ماشي. انا لسه انا يعني. انت قلت لنا رد فعل باباكي على الحجاب. طب كان رد بقى فعله ايه وانتي هتبقي فاشن بلوجر وهتبداي ان انتي تعملي فيديوز على السوشيال ميديا او تبقي بابليك فيجر؟ يعني كان رد فعله ايه؟ هو دايما بيشجعني، يعني اي حاجه انا عايزه اعملها ودايما بيشجعني فيها، بس دايما بيقول لي برضو اخلي بالي من دراستي واعمل بالانس لحياتي عامه، ما ركزش قوي في حاجه واحده. و بيتبسط قوي يعني مثلا لما بتعزم على ايفنت او كده دايما بشوفه سعيد، ودي حاجه بحس بيها sense of accomplishment. وهو اصلا يعني بابي مامتك ما بالنسبه لي خفتش؟ مامي يعني ما قالتش لا بنتي بقى هتبقى تحت الاضواء وهتبقى معروفه؟ لا انا خايفه. لا. عملت ايه؟ احكي لي. بالعكس مامي اصل انت بتقولي عارفه انا تصوري فهبقى خايفه على بنتي. صح. لو هتبدا ان الناس تبقى عارفاها وتبقى مشهوره، سواء ان هي بلوجر سواء طب مثلا انا هقول لك ممثله، حاجه، هبقى قلقانه. قولي لي حاجتين. انا مثلا نايمه في اوضتي ونازله لمامي تحت اسلم عليها، فانا نازله لها، فوانا نازله سامعه صوتي على موبايلها، فبفهم مامي قاعده بتعمل ايه دلوقتي، فاتحه التيك توك بتاعي وقاعده عليه بتتفرج. ده هي لوحدها، هي مع نفسها. فهي كده. فمثلا تشوف الفيديو بتاعي فتقولي لا بس ده مش حلو، انا عايزاكي تنزلي، مش حلو. هي بتديني افكار، صاحيه من النوم بتقولي انا عايزاكي تجربي تعملي شاركوكي شغلك على السوشيال ميديا. في حاجات مثلا انا مش بنزلها بس ممكن تكون حاجه انا رايحه اعملها، وانا نازله الاقي مامي بتقولي طب ما تصوري ما توريهم، الناس هيحبوا كده قوي، انت عارفه انا شفت كومنت حد بيسالك على كذا كذا انت ما رديتيش ليه، طب قولي لهم. فهي قاعده بتقولي. فبالعكس بحس ان حتى لو انا مثلا يوم حاسه اتس نوت ماي داي ومش قادره اصور، بنزل لمامي بتقولي انت ما صورتيش حاجه النهارده، انت ما صورتيش حاجه النهارده. وده بيحسسك بالامان. ليكي ظهر تتسندي عليه كده، ان انت ما بتعمليش حاجه غلط، ما انت ماشيه في الطريق الصح. بالظبط. وفي ناس كتير بيفتكروا ان اي حد على السوشيال ميديا ان عيلتهم مش عارفه، او ان هو ايه ده انت لا، هم عارفين وهم بيتفرجوا ومبسوطين وبيساعدوكي وبيدوكي افكار. ايوه. طيب انا شفت لك على السوشيال ميديا ان انت بتعملي ماركتينج لكذا براند، منهم براند مايوهات. ممكن تكلميني عن البراند ده وتكلميني السيتويشن او الموقف اللي انت جالك فيه البراند ده وانك تعملي له ماركتينج؟ عايزه اعرف كل القصه بتاعته من اولها لاخرها. ماشي. القصه from my point of view ان اول ما اتحجبت من وجهه نظرها يعني. I will translate for you all the English. هي قصه بسيطه. انا اول ما اتحجبت كان عندي مشكله، وهي ايه؟ مايوهات الحجاب. انا كان عندي مشكله مع مايوهات الحجاب، ما كنتش حباهم، مش عشان حاجه، بس كنت حاسه اللي هو يعني مش متعوده، وكنت دايما بحس طب الحجاب شكله حلو بس انا مش عارفه المايو ده هيكون شكله حلو ولا لا. فمع الوقت لما البراند دي ظهرت وبقت ناجحه كانت عجباني، يعني فعلا حسيت ايه ده، انا ما شفتش الالوان دي، ما شفتش الديزاينز دي، ودي حاجه عرفت تدخل سوسايتي بشكل ان هي لو مش عاجباكي هتعجبك من كتر ما هي موجوده، وما بقتش حاجه اللي هو. وعايزه اقول لك ان المايوهات اللي هو البوركيني، هي اسمها بوركيني، بيلبسها غير المحجبات كمان. بالظبط. وده اللي انا اكتشفته. يعني انا كنت صغيره. بالظبط. انا كنت صغيره ما كانش عندي فكره. كان بالنسبه لي البوركيني حاجه مجهوله، مش حاجه ظاهره زي المايوهات التانية. ففجاه طلعوا، فانتي فاهمه الفكره. هي ما كانتش انا حباها او كرهاها، ما كانتش كده. قولي البراند كانت ايه؟ هاديه غالب. طيب هي كلمتك؟ يعني عايزه اعرف البدايه اول ما جالك انك تعملي ماركتنج لبراند مشهور كده زي مايوهات هاديه غالب. انا اول ما اتحجبت عشان انا اتحجبت في نفس الصيف اللي مايوهات هاديه غالب نزلت فيه، حاسه ان بشكل indirect هي كانت بوش لي، اللي هو كمان بقى في مايوهات، يعني لو دي اللي مضايقاكي فبقت موجوده. فسبحان الله فجبت. هي بجد حلت مشكله بنات كتير جدا في الموضوع ده. يعني انا هقول لك مثلا كانت مشكلتي في المايوهات البوركيني الماتيريال، ان اول ما اطلع من الميه بحس ان انا ما بنشفش، المايو مش بينشف. صح.
لكن الماتيريال اللي هي عاملاها انا عايزاكي انت اللي تتكلمي بقى. It's an outfit. It's a whole outfit. هي عملته اوتفيت اصلا. هو outfit حتى الماتيريال بتاعته مش زي المايوهات التانية. كنت بقول ايه؟ وانتي لابسه بقى المايو ده بتبقي حاسه انك واثقه من نفسك، مش متضايقه ان انتي لابسه مايو مقفول من كل حته وكده؟ لا انا اصلا دلوقتي في the stage of my life الحمد لله I'm very يعني confident. مش حاسه عندي مشكله مع اي مايو اصلا. حتى هاديه او مايو تاني بلبسهم عادي، ما بقاش فارق لي، ما بقتش ازمه، خلاص كسرت الموضوع ده يعني. فانا اول ما جبت المايو بتاعهم I was so excited ان انا البسه. كان تقريبا المايو الوحيد اللي عندي، اول واحد جبته. فكنت مسافره مع عيلتي فتصورت بيه صور على البحر ونزلتها، و at this point my accounts كلهم public. فمين شاف البوست؟ هادية غالب. اوكي. بعديها they reached out. بعدها او بعديها كلمي براحتك يا حبيبه. بعديها يا جماعه احنا براحتنا هنا. في ايه؟ انت تقولي اللي انت عايزاه. بس اوعي الكومنتس النيجاتيف اللي هي بتاعت انت بتتكلمي كده ليه دي تاثر عليك. انا عايزه اقول لك انا مش خايفه من تنمر الناس، انا خايفه من التنمر اللي بيحصل لي في البيت. في البيت مش اصلا من الناس في البيت. بس انت قلتي لي انك مسيطره في البيت. مش قوي كده، ما هو برضه في 4 اكبر مني. انا قررت ان انا مش هينفع اكون الفيكتيم. بس انت مش ضحيه. انا مقرره من دماغي انا مش ضحيه ولا ضحيه المجتمع ولا ضحيه اخواتي. بس انا هاخد حقي بدراعي. بس خلاص تمام. نرجع لهادية غالب. هما they reached out اول ما شافوا بوست بتوع ضحكنا كتير عشان ضحكنا كتير. خلاص ما تضحكوهاش بقى يا جماعه، سيبوها براحتها. هما اول ما شافوا البوست بعتولي وانا was so excited اصلا، ما كنتش مصدقه يعني. دي كانت بالنسبه لي لو انا مثلا قلت هيشوفوا البوست هيعملوا. طب انا مش بتنمر، بس انا بجد بتعلم منك الانجليش. انا عماله اخد الاكسنت بتاعتك وعماله اتعلم منك كل حاجه. انا طلعت على فكره ما بعرفش اتكلم انجليش خالص. لا حاجه اخد عندك برايفت ليسن. اي وقت انت عايزاه. بس هم بعتولي وكان عندهم ايفنت وعزموني على الايفنت، ومن ساعتها every year and every event بلاقي نفسي معزومه. و at this point هم برضو كبروا معايا يعني. انا my account has grown so much من ساعه اول مره هم بعتولي. بس ده نجاح ليكي يا حبيبه يعني. ده بيقولك ان انتي ماشيه على التراك الصح، وان انا اللي بعمله حلو. انا فعلا اثرت في البنات، اثرت كمان على اصحاب البراندز ان هم شايفيني موديل هياخدوني علشان البس البرودكت بتاعهم صح. وسبحان الله يعني انت لما بتعملي حاجه مش بتكوني عارفه انت نجحتي فيها ولا لا غير لما تاخدي فيدباك ده في اي حاجه. فانا لما بلاقي براندز انا بحبها كمان وانا بلوك اب تو بيبعتولي، مش يعني بحس ان انا مش مصدقه او مش متخيله. بس في حاجه بقى انا كنت اما شفتها على السوشيال ميديا كنت فخوره جدا جدا بيكي برضو. انت بتعملي ماركتنج للوكال براند، بس ده بقى مش بس دعايه ولا اعلان، لا ده تعبير عن راي وموقف. انت بتقولي فيه رايك، موقف سياسي وهو المقاومه مع فلسطين. انت عملتي ماركتنج لبراند اسمه براون توست. ايوه ده لوكال براند. ايوه. لبستي الجاكيت مكتوب عليه ايه من ورا؟ فاكره؟ اكيد مش فاكره. مكتوب عليه مع العربي ده مكتوب عليه. انا فاكره شكل الجاكيت اخضر في البيت. هو عشان مكتوب بالعربي فانت مش فاكره. يعني يا جماعه البراند نسي يكتب بالانجلش كده ينفع؟ حبيبه مش هتبقى عارفه مكتوب عليه ايه. يعني لابسه الجاكيت مش عارفه مكتوب عليه من ورا. لا انا فاكره كان عندي فكره بالكامبين ساعتها، كلنا معا. ايوه للمقاومه مع فلسطين. دي جمله بالنسبه لي صعبه اقولها من غير ما انتوا تضحكوا عليا. من غير ما انتوا تضحكوا عليا دلوقتي. كان المفروض يترجموها لك بالانجلش. لا انا كنت فاكره الفكره وفاكره المسج اللي هم بعتوها لي ساعتها، ان هم بيقولوا لي ان هم عايزين يعملوا كامبين. انا بقولها قوليها تاني كده. مسج اوكي. كانوا عايزين يعملوا ساعتها كامبين لفلسطين، وان هم الحاجات دي كانت رايحه for charity وحاجات كده. فانا charity رايحه يعني
انت نسيتيني معنى الكلمه بالعربي، استني. تشاريتي يعني للخير، للاعمال الخيريه. فانا حبيت جدا الفكره دي، لان انا خايفه انسى العربي وانا قاعده. يعني اطلع معاكي الانجليش بتاعي كويس وانسى العربي. وانا اصلا براون توست كبراند انا كنت اوريدي بحبهم، فهم برضو لما بعتولي عشان كاز زي ده كنت مبسوطه جدا وكنت عايزه اشارك عشان السبب ده. اوكي. لا عشان فلسطين برضه. السقط. لا انا بترجم للناس الكوز. هيقولوا عليا الكاز كان حلو جدا، والبراند عامه هم براند حلوه يعني. بس ما حسيتيش ان انت كمان غير انك بتعملي ماركتنج لللبس للبرودكت with purpose، ان انت برضو بتعبري عن رأي او بتعبري عن موقف؟ بالظبط. ده كنتي حاساه يا حبيبه. ودي اصلا احسن حاجه يعني، دي الحاجه اللي بتخليكي يعني دايما انت لو بتعملي حاجه without a purpose مش بتحسي انت بتعملي. عشان كده دايما بقولك البوش بتاعي لما بلاقي اسئله بتديني purpose، مش حاسه ان انا بس بنزل فيديو وخلاص. اوكي بس حلو قوي. شفت برضو على السوشيال ميديا تجارب لسفر، سافرتي كتير قوي بلاد كتير، منها تركيا، منها امريكا، لبنان. عايزه اعرف ايه اكتر بلد اتاثرتي بالثقافه بتاعتها او عجبتك الثقافه بتاعتها؟ لبنان. اوكي. وانا كمان على فكره لبنان من غير تفكير بجد. لا لازم احييكي لان انا كنت لسه في لبنان قريب وانبهرت بالبلد. تحفه بجد. بلد قد ايه جميله وخضره وناس والناس اهل ايوه. انا حسيت ان انا في بلد يعني انا معاهم. طب انا مش عايزه اتكلم عن لبنان، انا عايزاكي انت اللي تتكلمي. قولي ايه كمان. احنا كنا طالعين تريب تقريبا كانت اسبوع. وانا عامه في العادي في حياتي الطبيعيه مش بعرف اعمل فلوجز قوي بتكلم فيها، فلما بسافر بكون بقى عايزه اوري السايد ده، فبكون اكسايتد بقى ان انا اخد معايا موبايلي واصور ده، هنجرب ده ونعمل ده، عشان بحس ان دي فيديوهات بالنسبه لي ميموريز انا احب ارجع ابص عليها. وعارفه ان الناس بينجويت. يعني انت لو بتفكري تروحي البلد دي وشفتي فيديو وشفتي في الفيديو مثلا مكان انا قايله ممكن تحبي تزوري لما تروحي، فحسيت ان هي it works on both ways. it works on both ends. يعني انا حابه انت ان دي ميموري ليا والناس حابه ان هم هيبقى كونتنت حلو للناس. يعني دي مسج بتوصليها كلنا بنشارك. انا حلوه قوي. انا حبيت الفكره دي قوي. انا عجباني بقى طريقه تفكيرك على فكره. يعني انت استخدمتي السوشيال ميديا واستخدمتي شغلك كفاشن بلوجر في انك بتستمتعي وكمان بتمتعي الناس وبتخليهم مبسوطين بالجيرني بتاعتك. اصل لازم اكون انا اكتر حد بيتفرج على الحاجات دي، ما هي لو مش عجباني مش هنزلها. لازم اكون عجباني انا كمان. ولبنان برضو اكتر بلد انت خدتي فيها صور وكنت حابه تنزلي الصور بتاعتها على السوشيال ميديا. كانت عجباني جدا. الفيو هناك حلو قوي، يعني حسيت ان هي شبه تركيا بس طبيعي. هي احلى. الشعب هناك يعني انا فاكره في التريب بتاعتنا كان عندنا سواق هو كل يوم بيجي ياخدنا وبيودينا اي حته، هو الاسبوع كله. الراجل ده انا فاكراه لحد النهارده. يعني هو من كتر ما هو كان لطيف، يعني هو كان لطيف قوي دمه خفيف. هما كمان بيحبونا احنا المصريين جدا. وبيدينا ريكومنديشنز اللي هو جربوا ده، فانا حبيت كده. حاسه ان هما شبه المصريين. لو انت لو في مصر دايما الناس هتحط رايها وتقول لك اعملي كده، فانا بحب اللي يديني رايه هو كمان. والحلويات، جربتي الاكل والحلويات؟ انا رحت مطعم حلويات هناك اسمه لاباي دار، يعني النحله الذهبيه، او انا بقى الفرنسيه وطلع شفتي. كلت فيه كرواسون، كان الكرواسون ده جواه بسبوسه. انت متخيله الكرواسون؟ أيوة انا جربت وبعدين حاجه شبهه عليه تشوكلت، عليه بقى تشوكلت كده بالنيوتيلا. خطيره خطيره طعمها يجنن. الحلويات هناك اميزنج. بس بحب اقول كلمه اميزنج عشان الانجليش بتاعي يبان. بس انا جربت حاجه شبهها بس مش فاكره اسم المكان، بس انا فاكره عندي فيديو انا بجربها فيها. كل الاكل حلو يعني. كانت كنافه بالجبنه جوه ساندويتش جوه عيش كده. ما هو جوه الكرواسون هو تقريبا نفس المحل. هي ما كانتش كرواسون بس هي كانت عيش. كانت عيش وجواها كنافه بالجبنه. مش فاكره اسم الاكل. ما عجبتش اخواتي بس عجبتك انا كده دايما مختلفه عنهم. صورتيها وحطيتيها للناس على السوشيال ميديا؟ عشان انا بالنسبه لي كنت انا ما سمعتش عنها قبل كده وما كنتش متخيله. انا بحسب بقى هي حاجه بلد عربيه، فبحسب ان هم يكونوا شبهنا في الاكل. يعني كل الاكل كنت متعوده عليه الا دي حاجه قلت هي كمان مش في مصر ليه. عجبتني. وتركيا؟ لا ما حبيتهاش خالص. ما حبيتهاش. وامريكا؟ حبيتها. امريكا حبيتها قوي. عشان كلميني عنها. ايه
شكلها ما حبيتيهاش. لا حبيت امريكا قوي لاني عملت فيها هايكنج. في يوم قعدنا نتمشى فيه 5 ساعات وما فيش موبايلات، ما فيش شبكه، ما فيش انترنت، ففعلا بتكوني مع نفسك الحياه من غير وافكارك. انترنت اجمل كتير، والهوا هناك مختلف، كل حاجه مختلفه. ويعني انت بتبصي حواليكي ما فيش حد ماشي ماسك موبايله اصلا. يعني انا كنت ماشيه بصور كل حاجه، عشان انا حتى لو صورت الحاجات بالموبايل مش حاسه ان الكاميرا جايبه اللي انا شايفاه قدامي. يعني انا لما برجع ابص على الصور بتخيل في دماغي الصوره كامله، بتخيلها، بتعجبني قوي. وانا حد بحب الطبيعه، انا بحب الطبيعه، يعني انا بحب البحر، بحب اي اكتيفيتي كده. مش بحب بس مش بحب، يعني انا بحب اعمل اكتيفيتيز. مش بتحبي المباني العاليه، بتحبي المساحات الكبيره الخضراء. انا بالنسبه لي السيتي حاجه اعيش فيها. بس يوم لما احب اسافر في الحتت اللي فيها طبيعه. وبحب الحاجات دي، بحب اقعد من غير موبايل عادي، نقعد يومين من غير شبكه، نلعب كوتشينه، نعمل الحاجات دي، بحبها جدا. وعلى فكره ده اللي انت بتقوليه عكس الجينزي، يعني انك بتحبي الطبيعه وبتحبي ان انت تتعاملي ما مع انا بعمل كل ده وانا بصوره. يعني بصور كل حاجه، يعني جانزي في ميكس في الموضوع، ان انا حابه الموضوع، I'm sitting there admiring it، وفي نفس الوقت بصوره. وممكن بنقولها تعبير كده ماسكه العصايه من النص، يعني عامله الموضوع على السوشيال ميديا والموبايل وفي نفس الوقت لا بتستمتعي بالناس وبصحابك وكده. بالظبط. ده حلو قوي. هي دي كانت الهايلايت بالنسبه لي في رحله امريكا، ان احنا نكون في الغابه وقاعدين من غير موبايل، بنعمل بقى النار بنشوي عليها مارشميلو والحاجات دي. اوكي، لو حد عايز يبدا على السوشيال ميديا، واحده بنوته جميله زي كده وعايزه تبقى فاشن بلوجر، تقولي لها تبدا ازاي وايه الاخطاء اللي ما تقعش فيها؟ خلي بالك في ألفة طالعين دلوقتي عندهم 14 سنه هيشوفوكي، واحده بقى تبقى عايزه تبقى فاشن بلوجر I think او بلوجر عامه. لو حد صغير ممكن انصحه بان مش كل الناس هتفهم الكونتنت بتاعك او تفهم حياتك او انت عامله ازاي. فحتى لو انت عندك نيه حلوه وهي حاجه انت نزلتيها، مش كل الناس هتفهمها زيك، فممكن يعلقوا. انا بقى اكتر حاجه بتخوفني، يعني هي already حصلت لي، فانا خلاص بحس ان انا اميون ليها، مش بتضايقني، ان الكومنتس الناس بيقولوا لي مثلا ده مش لبس حجاب، ده مش لبس حجاب، اقلعي اصلا. يعني ان الناس عملوا نفسهم كلهم بيفتوا في فتاوي، وهم اللي بيجادج لو ده مش لبس حجاب يبقى اقلعي، مش مثلا ربنا يهديكي، حاولي اكتر، حاجات زي كده. بحس كومنتس زي دي حلوه قوي. يعني انا مثلا لو مش عاجبك حاجه في حد، مش بتقولي له روح موت نفسك، بتقولي له مثلا ده يبقى احلى عليك مثلا، بكل بساطه. فانا بحس بقى لو حد صغير وبينزل وجاله كومنتس زي دي وتاني يوم قلعت الحجاب، ساعتها هيقولوا لها ايه؟ لكن انت حسيتي انك تتجاهلي الكومنتس دي وانك تبقي واثقه في نفسك؟ انا عندي سبورت سيستم بيني وبين نفسي وبين اللي حواليا، ان هم عارفيني. حلو قوي كلمه سبورت سيستم، يعني نظام للحمايه. خليني بس اترجمه، نظام للحمايه انت عاملاه لنفسك. بالظبط. ايه النظام ده؟ مامتي بابايا اول حاجه ان هم بيبقوا عارفين، عارفين كل حاجه انا بعملها، فاحنا ماشيين مع بعض. واخواتي وبيني وبين نفسي، انا دايما بحس الحجاب سره الصلاه. يعني لازم تكوني مواظبه على الصلاه، عشان ما تحسيش ان انت طب في حاجه غلط، لا انت بتواظبي على الصلاه. فانت اصلا يعني احساسي ان انا داخله اصلي ومش محتاجه البس حجاب لو انا مثلا جايه من بره، ده احساس حلو. انا اوريدي لابسه حجابي، اقدر اصلي في اي وقت، وفي اي وقت ممكن تدعي. يعني انا مش بشوف ان الحجاب فرض فهو لازم، بشوف ان في برضه فروض تانية. يعني انا لا مش قصدي ان هو فرد. مش لازم، قصدي ان هو في حاجات تانية لازم زي الصلاه. يعني لحد لسه ما اتحجبش بنقول له كده، يعني حد لسه ما اتحجبش بنقول له دلوقتي تبتدي بالصلاه وان انت تدعي، مش بنبص على الناس من بره بس. طبعا مش بنبص في ناس محجبه مش يعني في جانب تاني مش حلو. فهمتك. فهمتي الفول ايمج. طب انا دلوقتي لو انا بصلي، دي حاجه بقى تبوشني لو انا محجبه او مش محجبه. ما انت عندك السبورت سيستم في اي حاجه انت بتعمليها. بس فلما دايما حد بيسالني على ادفايس في الموضوع ده، حد مش متحجب او حد متحجب وعايز مساعده مش واثقه قوي فيه، بقولها دايما صلي،
دايما صلي، دايما ادعي. ما فيش ادفايس احسن من ده. مش هقول لها جربي البسي كده واعملي كده. بمنتهى الرقه وبمنتهى الملائكيه يعني بجد. بتوصلي المعلومه بمنتهى البساطه وبمنتهى الحب. يعني هتنصحيها ان هي تبقى واثقه من نفسها وما يهمهاش الكومنتس بتاعت الناس ولا البولينج ولا التنمر ولا اي حاجه. وبس دي حاجه صعبه يعني. انا مش هنبقى delusional، بس انا قصدي ان دايما انا بخاف على حد يدخل اصلا سوشيال ميديا. يعني بالذات لو هي واحده صغيره ولسه متحجبه، هما مش هياخدوا بالهم ان دي حاجه نحافظ عليها وعايزين نكبرها. هما ياخدوا بالها هي صغيره قوي. هما الناس بترزع او بتدي الكومنت وما بتبقاش عارفه. اصل الكلمه عامله زي طلقه الرصاص لما بتطلع ما بتدخلش تاني، بالذات لحد انفلونس وحد صغير وما بيبقوش عارفين ان طلقه الرصاص دي هتصيب ايه. وانا ما عنديش اي مانع مع حد بيلبس الحجاب ويقلعه، بس بالذات بقى لو هو مشهور بيلبس الحجاب ويقلعه، الكومنتس بالذات على تيك توك صعبه يعني. انا مره سمعت شاب على السوشيال ميديا مذيعه بتساله بتقول له ايه الحاجه اللي انت بتكرهها لدرجه انك عايز يعني تقتلها. فقال لها المتنمرين. يعني انا بكره جدا التنمر، لان التنمر ممكن يقتل بني ادم، يقتل نفسيه البني ادم. صح. وحتى لو انت حاسه ان هي مش حاجه هتضايقني قوي، بس بعد كده تيجي بعدها تفكري فيها وانت ما كنتيش واعيه ان هي اتسجلت عندك، مش هتعرفي تنسيها قوي. فهي دي الكومنتس. طيب خلينا نبدا بقى فقرات الحفله. فقراتنا هنبدا فقره مع او ضد. هقول لك حاجه وانت تقولي انت مع الموضوع ده ولا ضد. يلا. مع ولا ضد الشباب او حتى الكبار اللي بيصوروا نفسهم وهم بيعملوا اي حاجه غريبه علشان الترند؟ ايه سؤال بيضحك. لا انا بحس ان هي حاجه ذكيه. قولي لي رايك بمنتهى الصراحه. بحس ان هي حاجه ذكيه جدا. وفي الحقيقه ممكن نكون احنا اصلا مش عارفين شخصيتهم. فانا معاها، بس انا ضدها من ناحيه ان انا ما اعملهاش. انت ما تعمليش، لكن معاها في لقطه انها بتجيب عدد ذكاء، بتجيب فولورز بحترمها. هي وجهه نظر برضه. طيب مع ولا ضد اللايف على التيك توك وبعت لي اسد وبعت لي ورده وتحويل فلوس ومبالغ عن طريق التيك توك واللايف؟ انا بشوفهم ببقى هموت ضحك الصراحه. ابعت لي اسد دلوقتي، يلا كبس. انا ما بقاش فاهمه، فهميني والنبي. انا بعشقهم اصلا، دول الجيلتي بليجر بتاعي. انا فعلا بحبهم. بس انا ضد، لان بحس ان هم بيحركوا الناس بالفلوس. فدي مش حاجه حلوه، لان بعد كده الناس بيخسروا الايدنتيتي بتاعتهم. انا سؤال، انا قاعده بتفرج عليكي مثلا في لايف، احول لك فلوس ليه؟ طب ما اقول لك انت حلوه، انت وحشه، اعمل كومنت، اعمل ايه الحاجه اللي تخليني احول لك فلوس؟ ما عمري ما فهمت الفكره. انا برضو مش قادره افهمها. طب انت مع ولا ضد؟ long term هي حاجه صعبه. انا ضدها. انت ضدها؟ بس انا بحب اتفرج. يعني كلنا بنحب نتفرج الصراحه. كلنا بنحب نتفرج. طيب مع ولا ضد الناس اللي بتسيب شغلها ومهنتها الاساسيه وبتبقى content creator او بتبقى شغلها على السوشيال ميديا؟ هي دي حاجه هي على حسب الموقف. يعني لو هم ناجحين قوي فده بقى شغلهم، فهم بيتشغلوا معاه، فمش عارفين يكون عندهم شغلتين. اوكي. بس انا ضدها، لان انا بشوف ان مفروض البني ادم حياته تكون مليانه. وبحس ان السوشيال ميديا دي حاجه انت ممكن تشيليها معاكي في كل حته. مش لازم تكون هي الاساس. هي جزء كبير، بس مش شرط ان هي تكون المين. يعني انا شفت ناس كتير ناجحه برضه عندهم فولورز كتير، وفي نفس الوقت عندهم شغل تاني وبيصوروه. وفي ناس بصراحه احنا عارفينهم ومشهورين جدا استقالوا، سابوا شغلهم ومهنتهم وبقوا بس شغلتهم على السوشيال ميديا. دي حاجه حلوه. بس بحس على حسب كل حد والستيج بتاعته في حياته، كل هو قادر يعمل كده ولا لا، ظروفه. بس ما بحبش الناس اللي هم مش كبيره ولسه مثلا ما تخرجوش ويسيبوا مثلا الجامعه عشان يكملوا سوشيال ميديا، او يسيبوا المدرسه عشان يكملوا سوشيال ميديا، عشان مع الوقت هم عملوا ايه يعني. وفعلا في ناس كتير جدا ما بتكملش دراستها
وتقولك خلاص انا ناجحه في مجالي سواء سوشيال ميديا او في مجال تاني، وده ممكن نجاح. يبقى مجال تمثيل مثلا، صح. وما يكملوش الجامعه ويقولوا هناخد جاب يير، وبعدين الجاب يير تقلب ان هم ما يكملوش. صح، هو نجاح بس ونجاح حلو. بس هي فكرة ان هم بعد كده في البني ادم عنده passions كتير، مش بتكون حاجة واحدة، فمع الوقت بعد كده كمان بيكرهوا السوشيال ميديا. يعني انا بحس ان هم تبقى صعبة ممكن بعد كده ان هم يكونوا. لا، واستكمال الدراسة مفيد لطريقة التفكير والنضج، وبيكمل الحياة، وبيساعدك ان انت تفكري احسن، وبيكمل صح. الحياة. الله عليكي. صح. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. طيب، الفقرة التانية من الحفلة فقرة هذا أنا، يعني هو ده أنا، ماشي. my identity يعني. ماشي. انت بتختاري ايه الأول، اللبس ولا الشوز في لبسك؟ اللبس أول حاجة، وبعدين تنقي الشوز اللي عليه. انا مش بهتم بالجزم قوي، بحب الجزم بنزل بتاعتي حفلة وايت اير فورسز بلبسها مع اي حاجه. وايت اير فورسز بلبسها مع اي حاجه. يعني اي شراب فرده وفرده باخده من البيت والبسه وانزل عادي. انا نفسي بقى يبقى فيه موضه ان الشراب عادي يبقى فرده وفرده، يعني كمان. كل حاجه نزلت في الموضه غريبه، بنطلونات مقطعه وبلوزات مقطعه، اشمعنى الشرابات يا حبيبي؟ انا عمري ما بلاقي شراب وفردته في البيت، ومشكلتنا في البيت اصلا ان احنا بندور على فرد الشرابات. معرفش. انا على فكره هخترع فاشن جديد ان احنا ننزل بالشرابات فرده وفرده، اسود وابيض، بس يبقوا لايقين على بعض، يعني ابيض واسود مثلا. انا كل ما بعمل شوبينج من ضمن الحاجات اللي بجيبها شرابات. انا كل ما انزل لازم اشتري شرابات، لان اللي بيضيع خلاص انتهى. بتعرفي انا نفسي اعرف يا جماعه الشرابات بتروح فين بتاعت البيت. يلا طيب، هنتخيل موقف كده، لو دولابك اتقفل ومش عارفه تفتحيه خالص، وعندك فوتوشوت مهم جدا، اول حاجه هتعمليها ايه؟ هتكلمي النجار ولا هتفتحي لايف تطلبي مساعده من الفولورز؟ طن طن طن. هكلم بيلا. اصلا هي بيلا دي بتعمل كل حاجه. بيلا هي معاها مفتاح كل حاجه، هي اللي بتعمل على فكره الاوتفيتس وبتختار الهدوم. هي ورا كل النجاح. طب بيلا هتعمل ايه؟ هتفتح الدولاب، هتكسره. لا هي ما شاء الله عليها بجد، لا دي مفيده قوي. طب انا عايزه واحد بيلا في البيت لو سمحت، عندي ممكن؟ لو مفيش منها 2 هي واحده بس. طب لو بيلا هربت انت هتعملي ايه؟ هتقفلي الاكونت على الانستجرام؟ هتضايق قوي، مش عارفه اعمل ايه في حياتي، هتضايق، قلبي هيتكسر. طب وهتاخدي راي مين في الاوتو فيتس؟ لا، في كل حاجه في حياتي، ده هي بتصحيني من النوم اصلا بتجيب لي اكل وانا قاعده في حالي، ما اعرفش، ممكن مش بسالها، هي بتفتكرني، تيجي تسال عليا. تحيه لبيلا يا جماعه، لان هي يعني من اساسيات الحياه عند حبيبه. I love you بيلا، برضو بيلا I love you بيلا. طيب، في لبس نفسك تلبسيه وخايفه من رد فعل الناس؟ لا خالص، ما احنا قلنا صحيح ان انت ما بيهمكيش، انا بحس ان انا بعمل اللي انا عايزاه، انا ببقى فاهمه ان هم اكيد في منهم كتير بينصحوني، وبالعكس ربنا يهديني، بس حياتي ربنا يهديني. انت كيوت قوي، انت جميله. طيب، اكتر موقف محرج حصل لك وانت لابسه كده لبس فانسي وشيك كده؟ حصل لك كعب اتكسر، فستان انا دايما بقع اتفزق مثلا؟ لا انا دايما بقع في اي وقت، مش محتاجه اكون لابسه كعب ولا حاجه، دايما بقع في اي حته في اي وقت. طب ولما بيقع الفستان مش بيتفزق؟ لا، فزقه كبيره كده؟ دي عمرها ما حصلت، دي عمرها ما حصلت لي. طيب، لو قررتي تبقي فود بلوجر، تقدري تعملي كده ريفيو عن طبق عكاوي او طبق كوارع؟ انا بحب الكوارع اصلا. مش لايق خالص مع الانجليش بتاعك والله يا حبيبه. يعني بجد الانجليش اللي انا شفته طول الحلقه مش لايق خالص مع حبها للكوارع والعكاوي. وبحب الحمام. طب انا مش هسيب بقى مش هسيب الفرصه دي. احنا هنتخيل دلوقتي ان انت معاكي طبق كوارع حلو كده او عكاوي، هتعملي له ريفيو. بحب كوارع قصر الكبابجي على فكره. انا بحب كوارع ليموزين في مدينه نصر، اللي حابب يروح يعني. بحب كوارع قصر الكبابجي قوي، هي تحفه، بس ليموزين احلى. ما اعرفوش. لا هبقى اوديكي بقى، ده في مدينه نصر كده، احلى واحد ممكن يعمل لك طاجن عكاوي. بس انا مش باكل عكاوي، باكل كوارع يعني. لا العكاوي دي تحفه. انت عارفه هي انهي حته في العجل اساسا؟ العكاوي دي لا مش عارفه، ده يعني لا. جزء ده الديل حضرتك. بس تحفه. لا انا هاخدك مره وهاكلك اكله عكاوي حلوه بالانجليش اللي انت فيه ده، هتبقى خروجه زي الفل. يلا هنتخيل بقى الطاجن كده قدامنا.
ماشي. هاكله ازاي يعني؟ هتاكلي ازاي وتقولي للناس هتكلمي الناس كده؟ انا حتى انا مش باكل كوارع في البيت يعني. انا اكلتها بس في قصر الكبابجي واكلتها بالشوكه، هي اصلا متقطعه. اوكي، هتدوقي وتبصي للناس وتقولي لهم بقى تخيلي كده انك بتعملي ريفيو عن طبق الكوارع. I love it الايه I love it الايه الكوارع. كوارع. ايوه كده، عايزه اسمعها بالطريقه المصري الحلوه. الكوارع بالصلاه على النبي كده، يعني تبقي فاهمه. انا اتفضحت. طيب هل تعلمين يا حبيبه الكوارع دي اي جزء يعني موجوده فين في العجل برضو؟ مش هي. ايوه، هي ايه بقى؟ لا كنت هقول الممبار هي intestines. لا مش ممبار، بعيد خالص. انزلي تحت عند الرجلين. كوارع في الرجلين؟ الكوارع ركب حضرتك. حكوا ليه؟ انا ما اعرفش. انت بتحبيها بس هي مش عارفه انها ركب العجل. ايوه انا بحبها بس هي بالنسبه لي مش المين ديش انا باكلها. انا ممكن اكلها يعني. أوكي. باكلها عادي. دي ركب حضرتك. بس هي مفيده، فيها جيلاتين وكولاجين وحاجات كده يا دكتور. يعني مفيده للبشره برضو. ماشي. طيب سؤال هتجاوبي عليه بكلمه او جمله. حلو. ايه البيس او قطعه اللبس الاساسيه اللي في دولابك؟ بيسك توبس. اوكي. بيسك توبس عندي كل الالوان. بيسك توبس. اوكي. طيب ترند نفسك يختفي. ترند سوري. ايه ترند؟ انا بلدي قوي على فكره. ترند نفسك يختفي. ترند نفسي يختفي. اوكي. ما اعرفش. ما تعرفيش. ايوه جت علياء. مين علياء؟ دي علياء دي ترند انا ما اعرفوش. تعرفوا علياء؟ مين علياء يا جماعه؟ انا اعرف مش عارف مين الفلبينيه ولا مين علياء؟ كاما تيك توكر. اوكي. دي بتعمل ايه؟ لا ما عنديش مانع مع سكيني جينز. عندي علياء دي واحده اتشهرت عشان كانت بتغني. اوكي. صوتها وحش؟ لا صوتها حلو بالعكس، بس هي بعد ما اتشهرت بقى بقت مشهوره قوي على اللايفز وكده. اوكي. ابعت لي اسد وورده برضو. مش يعني لا كبس. هي بتعمل مشاكل مع هي كانت عامله مشكله مع سوزي الاردنيه. اوكي. انا بحب سوزي جدا. اوكي. ما عنديش حاجه ضد علياء بس انا بس نفسي تختفي عشان حاسه ان الناس هيظلموها معاهم يعني. هي شكلها غلبان. هو عامه كل واحد بيعبر عن زي ما قلنا كل اناء ينضح بما فيه، وبيعبر عن البيئه اللي هو صح فيها، بس عن تعليمه، عن ثقافته، عن هو عايز يقدم بس هما بيتشهروا قوي ودي بتبقى حاجه حلوه لان هي بتساعدهم في حياتهم الماديه. بس بعد كده الناس فعلا يعني هم علياء الناس بتتنمر عليها جدا. اوكي. انا بيطلع لي فيديوهات ليها مخيفه مع ان هي اكيد بني ادمه طبيعيه عادي. انا ما اعرفش خالص بصراحه. يعني اعرف سوزي الاردنيه. انت لو متخيله اللي هي بنوته برضو قدك لكن ما اعرفش علياء. هوريها لك. وريها. اوكي. ايه اكتر فاشن براند انت بتحبيه؟ في كتير. أوكي. في كتير قوي. ايه لوكال براندز يعني؟ لوكال او انترناشونال براحتك اللي انت عايزاه. لا اوعي يهمك يعني. قولي انترناشونال. انا مش عندي حاجه معينه. يعني فعلا مش عندي حاجه معينه. مفيش حاجه مميزه عندك بتحبيها قوي؟ انا كل سنه بكون اكسايتد قوي ان انا اشوف الجوبز بتاعت هادية غالب. أوكي. دي بالنسبه لي حاجه اساسيه يعني. دايما بحب اشوف الديزاينز حتى لو ما عجبتنيش حاجه واشتريتها بس بحب اتفرج وبكون مستنيه. هي موديل ناجح. وانا بقى اللي عايزه اقول لها اي لاف هادية غالب بجد. بحبها وبحب وانا ان هي ناجحه. هي حتى موديل ناجح بيحب جداً. شغله. موديل حلو لكل ست عايزه تبقى واثقه من نفسها. صح. وعايزه تعمل بزنس يبقى ناجح. لا بجد اي لاف يو هادية غالب. وثانك يو ان انت بتختاري حبيبه هي اللي موديل للمايوهات التحفه اللي انت بتعمليها. مش عارفه بقى مين تاني يعني. كل حاجه بجيبها بتكون I think انا لو عجبني حاجه بدور بلاقيها فين. مش بستيك قوي لبراند واحده يعني. تمام. طيب بعد 5 سنين عايزه تبقي مشهوره بايه؟ بانك تبقي فاشن بلوجر ولا بانك تبقي دكتوره؟ تبقي دكتور. مش عارفه يعني. حاسه ان انا ليتلي عايزه ابتدي ان انا عايزه الناس تعرفني يعني يعرفوني انا فعلا حبيبه مين. مش بس ان انا اكون انسبول اوتفيت او كده. حاسه مع الوقت
عايزه كمان 5 سنين يكونوا عرفوني واكون بشارك حياتي عادي يعني. يبقى كفاشن بلوجر. فلو ان انا دكتور ده جزء من حياتي، اكيد عايزه اكونكت الاتنين مع بعض عادي. حلو. طيب دي بقى فقره هتردي بسرعه جدا من غير ما تفكري. ماشي. تك 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 زي البينج بونج كده. صعب تمام. بس ماشي. اكتر لون بتحبيه؟ purple. لبس اسود ولا لبس ملون؟ اسود. كعب عالي ولا سنيكرز؟ سنيكرز. شنطه كبيره ولا صغنونه؟ صغيره. طب البس لبسي ولا اسرق من اخواتي؟ البس واخواتك لبسي. قاعدين؟ البس لبسي. لا يعني مش بتسرقي حراميايه؟ لا بحب اسرق من اختي الجزم وشنط. ايوه لازم. كل الاخوات بيسرقوا من بعض. بس انا لبسي بتسرقي من مامتك حاجات؟ الست تصحى الصبح ما تلاقيش جزمتها، ما تلاقيش شنطتها، ما تلاقيش طرحتها، عايقه بتحصل لي. طبيعي. ابقى نازله ورايحه الشغل الصبح ما الاقيش حاجتي فين. سبحان الله بتحصل. طيب فستان ولا بنطلون؟ بنطلون. بيكيني ولا بوركيني؟ بوركيني. اوكي. طب انا ممكن بيكيني بس لما يبقى الشاطئ سيدات برضو بوركيني. هتلبسي بوركيني برضو؟ لا في ladies only بلبس بيكيني عادي. تمام. فسيخ ولا سوشي؟ سوشي. بس انا بحب الفسيخ. لا ده مش لايق خالص والله. هو والكوارع دونت ميكس مع والله يا جماعه بحب الفسيخ اكتر من رنجة كمان. تمام. سبحان الله. عكاوي ولا ستيك؟ ستيك عشان احنا اصلا ما دقناش العكاوي. طب ستيك ولا كوارع؟ ستيك برضو. طيب ولا انت غيرتي رايك بعد ما عرفتي ان الكوارع ركب؟ لا انا لسه بحبها عادي، بس انا بحب الستيك اكتر. اوكي. ساحل ولا جمصه؟ ايه جمصه؟ ساحل. ايه جمصه؟ لا سمعت عنها بس سمعتي عنها؟ ما تعرفيش هي فين؟ في مصر. فين في مصر بقى؟ هي في مصر. ما اعرفش. دي مدينه في محافظه الدقهليه. اوكي. عارفه ليه اتسمت جمصه؟ لا. وقت نابليون، عارفه نابليون والحمله الفرنسيه، من كتر جمالها ومن كتر ما الشاطئ حلو قوي قال جام سولا، يعني انا بحب هذا الشاطئ، يعني جام سولا. اوكي. فطبعا احنا كمصريين سمعنا جام سولا فخدناها ان هي جمصه. ماشي. تمام. شغل ولا ارتباط وخطوبه وجواز بقى وحاجات كده؟ شغل. طيب العيال اللي من ايجيبت ولا العيال اللي من مصر؟ الاثنين. طب انت من ايجيبت ولا من مصر؟ من اللي انتوا عايزينه. انت والله انا شايفاها من ايجيبت ومصر الاثنين. ايوه والله. يعني بما انها اكلت كوارع فهي تبقى مصريه 100%. لا انا عندي سايدز كتير. والله عندي سايدز كتير قوي على حسب بس اليوم ومزاجي في الساعه. طيب قعدة صحاب ولا قعدة ماما وبابا واخواتي؟ ماما وبابا واخواتي. حياتي. طب دكتورة صيدلانية ولا فاشن بلوجر؟ بسرعة فكرتي. بابا سد ودانك فاشن بلوجر. محدش سامع، محدش. انا وانتي بس قاعدين لوحدينا، محدش معانا. طيب نسأل السؤال تاني. دكتورة صيدلانية ولا فاشن بلوجر؟ دكتورة صيدلانية طبعا. نورتيني يا حبيبة بجد، كانت حلقة من أمتع الحلقات اللي أنا عملتها. حلقة كده مفرفشة ومبهجة حلوة. خليكي على طبيعتك بوشك الملائكي ده وروحك النعنوشة الفرفوشة. انتي ميكس حلو جدا. عارفة ميكي ويجز الأحلى ميكس؟ انتي ميكس غريب جدا. أنا بحس إن أنا كل حاجة وعكسها بجد. أنا كل حاجة وعكسها. لا الميكس فظيع. خلطتها رهيبة. خلطتها مش غلطتها، خلي بالك من الفرق. ميكس حلو قوي. تعليمك البريتش والانجليش الفظيع اللي انا شفته النهارده ده مش مؤثر على فكره على هويتك ومصريتك. لا اي حاجه. ايوه لا مش ثبتنا في الحلقه باكله الكوارع اللي انت نهيتي بيها والفسيخ. نورتيني ونورتي العيال كبرت حبيبتي.